امك ازيك يا قلب امك انتوي. ارايكم في المفاجآت اللي بجيبها لكم اهو. قلت لكم اصور لكم في حتت كتير بعيد عن البيت والمطبخ والكلام من دي. رحت عند صاحبتي التانية ماشي مش العربويه، واحده كمان تانية. رحنا صورنا هناك برضه اهوت فيديو. شفتوا بقى الاستفندي والبرتقال اهو. عملت لكم فيديو كده على قد ايه امكانياتنا وعلى قد ما نقدر. ده عند الاوض بتاعتها بتاعت الطيور. قالت لي برضه خشي صوري. هي بتنضفهم علشان تنزل يعني لسه طير وكده علشان رمضان. شفت المكنه اللي مع اشرف دي مكنه تنظيف فراخ. تذبح الفرخه وتحطها ضربه تك تك يبقى كده خلصت. زي ما انتوا شايفين كده. واحنا كنا ماشيين هناك اهوت برضو كده، مشينا من عند الاوض بتاعت الفراخ. هي بتفرجنا على البيت يعني. خشنا كده اهوت. برضو مش يعني مش حبيت اصور جوه برضو عشان ما ينفعش نجرح بيوت الناس وكده. كتر خير ان هي قالت تعالوا صوروا في الجنينه وعند الطير والكلام اللي بالكم منه دي. فعارفين ان احنا محرومين زرع ومحرومين ميه من زمان. اشرف ابنها هيعك عك موت في الميه. هي زرع اللهم صل على النبي كمثرى وبرتقال واستفندي وجوافه وليمون. وشجره المانجا لسه ما طرحتش. ونخلتين كده، هي نخلتين في العلالي يا بلحم. عارفين الاغنيه دي ولا؟ وشويه نعناع. فالمهم قلت اعمل لكم فيديو حلو كده يليق بعينيكم وبحضراتكم كده يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. حط اللايك يا قلب امك انتوي اللي يوصل لعندي هنا وحط اللايك. ربنا ينجحه ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين كده هو قلت اما اصور لكم واعمل لكم كده يعني تغيير كده. معانا الاستاذ وائل والاستاذ اشرف والست ام انور ومعانا الحبايب كلهم. فشو بوريكم بقى، بقول لكم دي جوافه ودي ليمونه وكلام من دي. ايه رايكم؟ عشان انتوا بتحبوا التصوير في الحاجات الخضراء والاماكن الغطيه والساحليه دي. فقلت والله ما انا مزعلكم وليه لما مصوره لكم كده علشان تبقى مبسوطين وتبقى مية مية. يا اختي يا سعديه انت وي. ماشي يلا لما اشوف بقى انا اعمل لكم اكتر من كده. هتشدوا حيلكم وتحطوا معايا اللايك والاشتراك ولا ايه الدنيا؟ شفت النخله دي كبيره عاوزه تتجوز. قلنا لها بصها كده وازرع لك شويه، هي كانت البيت مسدود من زمان يعني. عاوز بقى يتنضف تحت الشجر دي كده. شوف النعناع طالع منين. معدي من البلاطه هي الرخامه دي. قلنا لها نضفي بقى تحت الشجر كده وتزرع شويه كزبره شويه شبت فجل وجرجير عشان رمضان والسحور والكلام اللي انتوا عارفينه. شفتوا احلى حاجه بقى ولاد في البرندة ديت. زي ما انتوا دي الركنه بقى يا حبايب. في البرندة الصغيره اللي تدخلك على الركنه دي الاستوفان دي مدلدل على الشجر كده على الارض كده يا صلاه التراويح. شفتوا من البيت مقفول من زمان. الاستوفان دي نازل لوحده والبرتقال على الارض كده. فاجى بقى اشرف يروي لها الزرع والكلام من ده. فقلت يلا يا اشرف اما اصورك ان شاء الله ما حد حوش عشان نبسط متابعينا ونوريهم الحاجات الحلوه الخضروات الجميله دي اهو. ماشي يحط لك كل اشتراك يا قلب امك انتوي. احنا كده انا مش مكتره عليكم الفيديو، انا عامله لكم برده 8 دقايق علشان ما تزوش من الحج. شوفوا الحاجه بتقول لكم حطوا اللايك. والواد اشرف باكل الكمثرى وبقول لكم حطوا اللايك. لا ولقيت في تفاعل زي ما كل فيديو بقول لكم معايا على الفيديوهات دي. هعمل لكم اللهم صل على النبي اصور لكم على طول. هروح هنا وكده في الحتت الجميله. شوف دي منجايه ولاد الاشرف واقف قدامها دي بس لسه ما طرحتش لسه صغيره اهو. استنى نخش جوه عشان صوت التليفون ما يطلعش لكم في التسجيل. شفتوا اي خدمه يا ست الكل انت وهي اهو. بس حطوا بس كده اللايك والاشتراك واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه علشان جاي رمضان اصور لكم برضو في حتت حلوه كده. وباذن الله نطبخ ونهيص ونظبط يا ولاد. احنا بقى لنا 3 سنين في القناه دي ما خدناش منها اي ارباح يا ولاد. ينفع كده؟ وحياه النعمه الشريفه ما ينفع كده. والله العظيم هكمل الثلاث سنين اهو. فقلت بقى يعني نشوف كده نشد حيلنا شويه مع بعض عشان القناه بتاعتنا تكبر وتبقى مية مية كده. المشاهدات بتزيد صحيح بسيط بس الارباح. يعني انتوا لو بتحطوا اللايك الفيديو هيتشاف وكده وربنا يكرمنا على الارباح. وبسمعوا الاعلان وحياه النبي يا ولي الله يصلح حالكم. اللي هي اللي تسمع الاعلان تسعد وتبقى فرحانه ومبسوطه كده وتبقى مية مية. حط اللايك يا قلب امك انتوي واسمع الاعلان. ويعني ظبطوا الدنيا كده. انتوا عارفين انتوا شطاطير وعساسيل وعارفين كل حاجه اهو. شفتوا كل شويه الف لفتي واجي لكم عند البرتقال والاستفان ده واصور لكم. شفتوا منظر احلى حاجه ان هو ما هوش مجموع ومدلدل كده. شفتوا
برتقانه مدلدله من على الشجره كده، شكلها جميل ازاي، بوريها لكم. اه، مناظر جميله ترد الروح، ترد الروح النعسان، عارفين الروح النعسانه اهو. حط بس كده ايه اللايك كده وسموا بالرحمن، ضغطت زرار كده تبقى مية مية. القناة بتاعتنا تبدأ تتشاف وتبقى ايه حلوة كده. كل ما اروح في مكان حلو ولا جه عاجبني كده والاجواء بتاعته حلوة والارواح بتاعته حلوة، هتلاقينا احط لكم لايك والاشتراك. احط لكم لايك والاشتراك. انتوا اللي تحطوا لايك والاشتراك، انتوا لخبطتوني. هصور لكم يعني قصد، انا اصور لكم انتوا تحطوا لايك والاشتراك عشان ربنا يكرمنا كده يا كتكوت انت وي. وبرضه بحاول والله العظيم ما كترش في الفيديو، يعني في ناس بتعمل فيديو ربع ساعة ونص ساعة، انا اقول لا، خليها بت ايه 8 دقايق حلو كده عشان يجي في اول اعلان ورضا من عند ربنا. ماشي يا كتكوت انت ويا، شفتوا النعناع عشان اعمل لكم كوبايتين شاي بالنعناع كده. والله الاجواء بتاعت سنة يا ولاد حلوه اقسم بالله اهو، بس يعني ايه عاوزين تشجيع، عارفين اللي بيقولك تشجيع من النار. كل ما تشجعوني طبعا انا لازم غصب عني اروح اصور لكم. ها، يلا وكل سنة وانتم طيبين، وتتعاد عليكم الأيام بخير وبيمن وببركات. ودخل علينا رمضان اهوت، ما عادش الا بتاع يعني ايه، ساعة ما الشهر ده يخلص هيبقى لسه 27 يوم 28 يوم على رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وهنروح بقى نصور مع بعض مشتريات رمضان، وهنظبط لسه الدنيا. مش عاوزة احرج لكم المفاجآت، انا عامله لكم شويه مفاجآت كده على رمضان باذن. شفتوا المنظر؟ والله العظيم المنظر ده يا ولاد كده والشمس بتغرب كده يستاهل لها كل اشتراك، اقسم بالله. اهو شفتوا؟ اه، الجنينه الجميله دي يا ولاد والحاجات الحلوه. شفت البرتقال والاستفندي مترمى على الارض ازاي؟ اه، خلي بالكم انا بعرف اصور برضه، يعني مش تفكروني اي كلام. والطرقه دي تمشي في اخرها كده، تروحي بقى عند الطير وعند الحاجات بتاعت ايه ال- الطيور والكلام اللي بالكم منه دي، المعيز والطيور والحاجات دي. بس انا مش حابه اصور لكم علشان ايه مش ينفع، احنا عيال مؤدبين وعيال محترمين كده صح احسن ما انتوا عارفين. انا حبيت اللي انا يعني يخصنا اصور لكم الجنينه، اصور لكم الايه الاجواء الخضراء اللي انتوا عاوزين تشوفوها اهو. بس اهم حاجه انتوا عندها مشان انا كمان كانت بتجمع فيها البرتقال دي ولا ايه مش عارف. شفتوا الليمونه اللي طالعه الوحيده ديت اهي. حاجات الله وكيل، يعني الحمد لله ربنا يديمها نعمه على الناس، حاجات ترد الروح. دي من دخلتكم البوابه كده. اه، بس اهم حاجه ان انتوا تشدوا حيلكم معايا في اللايك والاشتراك يا قلب امك انت وهي، عشان ربنا يكرمنا، ربنا يسعدنا، قناتنا تكبر، قناتنا كده تبقى فيها ارباح، يبقى فيها رزق، تحس ان انتوا ان الواحد تعبه بيجي بفايد. بدل ما انا بصور وبنزل، خلي بالكوا دي اللي بخليني ما اصورش وما انزلش ايه، قله المشاهدات عندي. خلي بالكوا يعني، فالمشاهدات ديت هي اللي ايه بتحط اللايك والاشتراك ليا، تخلي المشاهدات. راجل سابنا ومشي يا ولاد، راجل زوج مننا وسابنا ومشي يا ولاد، ينفع كده؟ ولا عاد مودينا نصور ولا نعمل. حط اللايك والاشتراك يلا يا قلب امك انت.